السلام عليكم. قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي يحدث فيها محبوبته، يناصحها ويشتكي لها، ويتضح في نهاية القصيدة أنه يقصد الأمة العربية الإسلامية على عادة فحول الشعراء يتغزل: أن تغيب ونور وجهك ساطع وضياء حبك في الفؤاد رواجع، أن تغيبي وأنت في عيني ضحى يزهو وبرق في خيالي لامع، أن تغيبي وأنت بين جوانحي شمس وفي الظلماء بدر طالع، أن تغيبي وأنت ظل عندما تشتد رمضائي إليه يسارع، حاصرتني في نصف دائرة الهوى وأنا بحظي من حصارك قانع، من أين أخرج والسياج يحيط بي من كل ناحية وأمرك قاطع، وأنا أقول لظبية الشعر التي ربيتها إن المسافر راجع، يا ظبية الشعر اطمئني إنني ما زلت في كتب الحنين أراجع، في القلب شيء قيل لي هو لوعة وأنا أقول هو الحريق اللازع، وبمقلتي نهر سينقص قدره لو قلت هذه في العيون مدامع، وأمام أبواب المشاعر نبتة في غصنها ثمر المودة طالع، يا ظبية الشعر المؤجج في دمي تيه فصيتك في فؤادي ذائع، عاقبتني لما شكوت وإنما أشكو لأن الحق فينا ضائع، ولأن جدران الكرامة هدمت في أمتي والذل فيها شائع، ولأنني أبصرت ثعبان الهوى في نابه المشهوم سم قانع ناقع، ولأنني أبصرت ما لم تبصري فهناك ذئب عند بابك قابع، إني أقول لمن يعاتبني أثق فأنا بسيف الشعر عنك أقارع، انظر إلى لون السلام وطعمه مر مذاقته ولون فاقع، قالوا السلام أتى فتابعنا الذي وصفوا فبان لنا الكلام الخادع، قلنا لهم أين السلام فما نرى إلا أكف الواهمين تبايع، شتان بين مسالم ومتاجر إن المتاجر للكرامة بائع، في كف داعية السلام مزاهر وبكف تجار السلام مقامع، أرأيت في الدنيا سلاما عادلا تدعو إليه قنابل ومدافع، إني لأخجل حين أضحك لاهيا وقد ارتمى في الأرض طفل جائع، إني لأخجل حين أشغل بالهوى وعفاف ليلى البنسنوية دامع، إني لأخجل حين أبصر أمتنا تهفو إلى أعدائها وتوادع، ما زلت أدعوها ويجمد في فمي صوت المحب ولا يجيب الخاضع، ما زلت أدعوها وألف حكاية تروى عن الأهل الذين تقاطعوا، عن إخوة ركبوا الخلاف مطية وإلى سراديب الشقاق تدافعوا، يا أمة يسمو بها تاريخها ويسوقها نحو الضياع الواقع، يا أمة تصغي إلى أهوائها وسدوا سمعا حين يسطع صادع، يا أمة ما زلت أسأل حالها عنها فتنطق بالجواب فواجع، ما لي أراك فتحت أبواب الهوى وقبلت ما يدعو إليه الطامع، يممت غربا والحقائق كلها شرك وفي يديك الدواء الناجع، ما لي أراك مددت للمال الربا جسرا وفي القرآن عنه قوارع، أنسيت حرب الله وهي رهيبة أو ما لديك من العقيدة رادع، أو غاية الإسلام عندك أن يرى لك في الوجود معامل ومصانع، أنسيت أن الناس فيك معادن، أنسيت أن الأرض فيك مواضع، لا تخدعي بعض الوجوه قبيحة وتزينها للناظرين براقع، وإذا أراد الله نزع ولاية عم البصير بها وصم السامع، يا أمتي عتبت فيك وإنما خشي المعاتب أن يسوء الطالع، قالوا تدافع بالقصائد قلت بل بيقين قلبي عن حماك أدافع، شبت عن طوق الحروف فما بها حرف يزيف رؤيتي ويخادع، أسلمت للرحمن ناصيتي فما تله القصائد أو يغيب الوازع، إني أطوق إلى انتصار عقيدة فيها لأنهار النجاة منابع، قالوا تروم المستحيل فقلت بل وعد من الرحمن حق واقع، والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع، هذه حقائقنا وليست صورة وهمية فيها العقول تنازع، أنا لن أمل من النداء فربما أجدى نداء